السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في أميرة برو أكاديمي. وده الدرس التاني من كورس أدوب بريمير برو من الصفر للاحتراف. والنهاردة هنبدأ الشغل الحقيقي ونفهم واجهة البرنامج خطوة خطوة بس بهدوء ومن غير تعيد. تعالوا نفتح البريمير مع بعض. أول ما تفتح البريمير بيظهر لك عندك شاشة البداية أو الويلكم سكرين أو الهوم سكرين. من هنا تقدر تعمل 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة تقدر تفتح مشروع جديد لو انت دوست على نيو بروجكت، أو ان انت تفتح مشروع قديم كنت عامله قبل كده. لو دوست على اوبن بروجكت هتلاقي عندك المشاريع القديمة بتاعتك تقدر تحددها من على الجهاز وتشتغل فيها. عندك الريسنت، الجزء اللي فيه الريسنت دي كل المشاريع القديمة أو الآخر مشاريع انت عملتها. طبعا احنا عشان نشتغل هندوس على هنفتح مشروع جديد. طبعا هندوس على نيو بروجكت. طبعا هنا بيطلب منك تحدد اسم البروجكت اللي انت عامله، تحدد مكانه على جهاز الكمبيوتر. طبعا لازم تكون عارف مكانه بالظبط فين، والاسماء اللي انت هتحطها لازم تبقى واضحة عشان تقدر ان انت تسترجعها مرة تانية. يعني تنظيم شغلك بيوفر عليك وقت وتقدر ترجع له بسهولة في أي وقت، حتى لو بعد فترة هتعرف ان انت تحدد مكانه وتستعمله. تعال نشوف مثلا ممكن نسمي ده، ممكن نسميه انترفيس براكتس. نحدد طبعا مكانه، نضغط هنا ونحدد مكانه على الجهاز. طبعا انا عاملة فولدر مسميها مين فولدر، ده حاطة فيه كل شغلي، مرتبة شغلي بحيث ان الصوت لوحده، الافكت اللي هحطه على الفيديوهات يبقى لوحده، عندي الايمج، عندي الفيديو، كل واحدة من دول الاسم بيدل على ايه الشغل اللي فيه. طبعا انا بعمل فولدر اسمه اكسبورت، ده الفولدر اللي بعد ما اخلص شغلي خالص واعمل ريندر للفيديو بحطه في الفولدر ده. تمام. طبعا انا ببقى حافظه، كل واحد بينظم شغله على حسب ما هو شايف. يعني الاسماء دي انت حر طبعا تسمي الاسامي اللي انت عايزها، بس حاول الاسامي تبقى بتعبر عن الشغل اللي هيتحط فيها. عندي انا هسيف، عامله فولدر اسمه بروجكت، ده اللي هسيف فيه شغلي. ادوس على بروجكت. طبعا حددت الاسم زي ما احنا شايفين كده، هندوس سيف. تمام. مش هنشتغل في اي حاجه هنا بقى، هندوس كرييت على طول عشان نبتدي ندخل على الشاشه اللي بعد كده. هنلاقي نفسنا دخلنا على الشاشه اللي انتوا شايفينها دي شاشه الامبورت. هنا هتلاقي ايه كل الفولدرات او الاماكن الشغل بتاعك اللي ممكن اشتغلت فيها قبل كده، وممكن ان انت تدوس عليها بمنتهى السهوله وانت عارف. طبعا انت عارف شغلك بيبقى فين. طبعا احنا يعني ما تهمناش الشاشه دي دلوقتي في اي حاجه. هندوس اسكيب عشان ندخل في واجهه الشغل الاساسيه بتاعتنا. دي الواجهه العامه بتاعت شغلنا. هتلاقي متقسمه لاجزاء زي ما انت شايف كده، كل بانل من دول ليها وظيفه، وكل دول يعتبر زي فريق كده شغال بيشتغل مع بعضه. مش مطلوب منك تحفظ اسامي ولا تحفظ اماكن، المطلوب بس تفهم كل جزء من الشاشات اللي موجوده دي بيعمل ايه باختصار. يعني عندنا من الشاشات المهمه اللي هي شاشه اللي هي البروجكت بانل، اللي هي الشاشه دي بنحط فيها الفيديوهات والصور والصوت واي ملفات هنشتغل فيها، يعني زي مخزن كده بنحط فيه الشغل بتاعنا. ممكن ان احنا في البدايه ندوس على امبورت ميديا عشان نحط الفيديوهات او الصور اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل فيها، او عن طريق فايل وندوس امبورت برضو ونحدد مكان الحاجه اللي احنا عايزينها، او ان احنا نجيب الفولدر نفتحه في جنب من جوانب الشاشه كده. هنجيب الشغل بتاعنا هنا مثلا. اصغر الشاشه بس عشان اعرف اشتغل. عندي مثلا فيديو، مثلا احط لي كذا فيديو، مثلا ادي فيديو بسحب واسيب حطيته هنا، اسحب الفيديو واشده. عندي مثلا ممكن نحط صورة، ادي ايمج صورة، ده اللوجو مثلا اللي هنشتغل فيه. وعندي مثلا ادي صورة ممكن استعملها. عايزين مثلا اوديو، ادي ميوزك حطيتها. طبعا برضو في الشاشة دي انا ممكن ارتب شغلي، يعني ممكن اعمل فولدر احط فيه برضو
كل واحدة من دول، يعني الفيديوهات لوحدها، الموسيقى لوحدها، الصور لوحدها. بس طبعا انا قدام شوية هبقى اشرح لك، بس عايزين حاجة تبقى بسيطة كده في اول فيديو عندنا. طبعا دي اللي حطينا طبعا فيها الفيديو. طبعا لما ادوس دبل كليك هيطلع لي على المينيتور هنا، شايفين ده الايه الشاشة اللي فوق دي اللي بيظهر فيها شكل الايه الفيديو اللي انا هشتغل بيه. يعني مثلا ممكن ادوس هنا فوتو، هتظهر لي هنا برضو. ادوس هنا مثلا الفيديو ده، دبل كليك هنا على الايقونة دي، يظهر لي هنا. طبعا هنا انا بعمل معاينة للفيديو اللي انا هبتدي اشتغل فيه. تعالوا بقى نشوف التايم لاين. فين بقى التايم لاين؟ البانل بتاعت التايم لاين اهي، دي بانل بتاعت التايم لاين، دي اللي بنركب فيها الفيديو او نرتب لقطات او نقص ونعدل او نضيف صوت. المونتاج الحقيقي بيحصل في التايم لاين، في البانل بتاعت التايم لاين. وعشان كده هنتعامل مع التايم لاين كتير جدا في الكورس ده. حابة اوريكم ببساطة كده احنا يعني بنشتغل عليها ازاي حاليا. بس انا هضيف لك اي فيديو او اي صور، اشد كده واسحب. طبعا انا ضفت فيديو. طبعا الفيديو بينزل بنفس مقاسه، يعني طبعا دي برضو هفهمها لك برضو في الفيديوهات الجاية. اكيد بقى ايه كل حاجة من دول هتتشرح بالتفصيل، بس انا بوريك بصفة عامة الشاشات الموجودة دي عبارة عن ايه. تعال نحط مثلا صورة مثلا هنا. طبعا زي ما انت شايف كل ما احط حاجة تغطي الحاجة اللي تحتها، يعني شايف هنا اللوجو مغطي الشكل. طبعا انا مش عايزاك برضو ايه تركز معايا في حتة التعديلات اللي انا بعملها. انا كل الحكاية انا عايزة اوصل لك عشان بس تفهم الفكرة ايه. طبعا هنا ادي الفيديو تحتيه، اللوجو ظهر فوقيه زي ما انت شايف، انا عاملاه كبير بس هتشوفه. لو حطيت صورة، لو جيت حطيت صورة هتغطي طبعا اللوجو فيديو. ممكن ايه بعد كده اشد اللوجو اطلعه لفوق واخلي الصورة دي تحتيه. شايف الصورة؟ ممكن اصغرها بس عشان تشوفها اهي. ادي ايه، طبعا انا بوريك بس ان ايه كل حاجة بنحطها على التايم لاين بتظهر في الشاشة اللي فوق دي. اي تعديل بعمله هنا بيظهر عندي في الشاشة اللي فوق. طبعا الشاشة دي اللي هي البروجرام مونيتور، الشاشة دي بنشوف فيها الفيديو بعد التركيب او نراجع شغلنا او نشوف النتيجة النهائية. عموما اي تغيير بتعمله تحت هنا في التايم لاين بتشوفه في الجزء اللي فوق ده. عايز مثلا تلغي حاجة، تشيل حاجة، عملت مثلا فيديو ديليت هيختفي من الشاشة اللي انت شايفها هنا. او اي مثلا حبيت اكبر اصغر اغير مكان اي حاجة، كل حاجة بتظهر عندك في الشاشة بتاعت البروجرام، بتظهر عندك فورا. يعني دلوقتي في حاجة مهمة جدا بقى هتسهل علينا الشغل. لو وقفنا بالماوس على الخط اللي بين اي اتنين بانل هيظهر عندنا ايه الايقونة اللي انت شايفها دي. عن طريق اقدر اسحب يمين او شمال، واحيانا كمان لو انا عايزة فوق او تحت براحتي. ولو وقفت على اي تقاطع بين اتنين، يعني مثلا لو كده مثلا خليني بس قصاد بعض، لو وقفنا في الحتة دي بص الايقونة بقت عبارة عن 4 اسهم كده. اقدر ان انا برضو ايه اغير. بص ده بيأثر ازاي على الشكل البانل عندي، الحجم بتاع البانل. تقدر تكبر مجموعة وتصغر مجموعة تانية في نفس الوقت. تمام. كمان ممكن تقدر تغير مكان البانل نفسها. يعني مثلا انا عايزة انقل التول دي مثلا من هنا. تعالوا كده نشوف. لو انا جيت نقلت التول دي مثلا، حطيتها هنا فوق ايه الشاشة كده، هتلاقي طبعا هنا ظهرت في الجنب. يعني مثلا عايزة اضيف دي تحت دي، يعني دي تبقى كده والتول، يعني المفروض التول تبقى فوق، حطها هنا والشاشة دي تبقى ايه تحت زي ما انت شايفين. يعني بص انا نقلت التول فين فوق زي ما انا عايز الشكل اللي يريحني. طبعا اي بانل من دول اقدر اعمل فيها
الطريقة دي برضو يعني عايزة ارجعها تاني بمنتهى البساطة، اشدها، بص بيظهر عندي الشكل زي ما انتوا شايفين اهو، نقلتها. في حاجة كمان، انا لو وقفت على البانل زي ما انتوا شايفين كده، اي بانل انا محتاجاه، مثلا التايم لاين مثلا، وقفت عليه بالماوس من غير ما ادوس ولا حاجة ودوست حرف الزال، بص الشكل عمل ازاي، عمل لي شكل البانل ملوي الشاشة. طيب عايز ارجع تاني، هدوس برضو حرف الزال اللي هو فوق الزرار بتاع تاب او تحت الزرار بتاع اسكيب، ونفس الفكرة هنا، مجرد ما اقف وادوس حرف الزال او كبرت وارجع تاني ادوس برضو على الزال تصغر تاني. تمام. عندنا بقى ايه تاني ناقص؟ شريط الادوات اللي هو الجزء ده الادوات اللي انا بستخدمها في شغلي. طبعا اشهر اداة اللي هي اداة التحديد، ان انا بدوس عليها واضغط على الحاجة اللي انا عايزة احددها واسحب، ارجع ان اطلعها لفوق او اسحبها ابعد، او يعني اسحبها بعيد، او ان انا ارجعها تاني بالاداة التحديد، او ان انا لو عايزة اقص جزء من الفيديو برضو عندنا الاداة التانية اللي هي دي، اقدر اقص واعمل مثلا ديليت، عايزة الجزء ده اعمل له ديليت من زرار الكيبورد، بدوس ديليت لغيته. تمام. مش هنتعمق دلوقتي، كل أداة هتاخد ليها فيديو خاص بيها بالتطبيق. أنا كل الفكرة بس عايزة إيه، تبقى في الفيديو ده تتعرف بس إزاي أتعامل مع البانل اللي موجودة. الشكل اللي عندك ده عبارة عن الورك سبيس اللي أنت بتشغل بيه. طب أنا هل يعني أنا مثلا محتاجة أغير شكل الورك سبيس بما يتناسب مع شغلي. عندك في البرنامج من فوق هتلاقي ايه الباتن دي، الايقونه دي، هتلاقي ورك سبيس. لو دوست على الورك سبيس هنا هتلاقي ايه، يطلع لك لسته متقسمه، كل واحد من دول عباره عن ايه، ورك سبيس خاصه بحاجه معينه. مثلا لو دوست كلر هتطلع لك البانل كلها المسؤوله او اللي انت ممكن تستخدمها وانت بتغير الالوان. عندك مثلا لو دوست مثلا افكت، يغير لك الورك سبيس بتاعتك بالحاجات اللي انت ايه هتستخدمها. طبعا ده كله هنشرحه بالتفصيل. عندك editing، طبعا editing دي الاساسيه بتاعتنا، يعني دايما الايديتنج هي الايه اللي بيحصل فيها الشغل كله يعني. طيب ايه يعني ايه ورك سبيس؟ الورك سبيس ده عباره عن ترتيب البانلز او واجهه البرنامج بالشكل اللي انت ايه يناسب شغلك. يعني ايه برضو؟ يعني الطريقه اللي البانلز او الشاشات متقسمه متوزعه بيها على الشاشه حسب نوع الشغل اللي انت بتعمله. خليك مثلا متخيل ان انت لو عندك اوضه كل مره بترتبها على حسب اللي هنعمله، يعني مره نرتبها علشان نذاكر، مره علشان نرسم، مره تانية عشان نسمع موسيقى مثلا. الاوضه هي اللي بتترتب، هي اللي بنغير في شكلها، بس الترتيب ده بيتغير على حسب ايه، على حسب الحاجه اللي انت محتاجها. يعني عندك مثلا مكان الشاشات وحجمها، مين ظاهر ومين مستخبي. يعني انا مش كل الشاشات ظاهره عندي، لو شفت الويندوز هنا في شاشات كتير مش ظاهره، يعني الحاجات اللي متعلم عليها دي هي بس اللي ظاهره، في شاشات تانية ايه مخفيه. طبعا بخفيها ليه؟ لان انا مش محتاجه اظهرها عشان يبقى سهل عليا ان انا اشتغل، ما يبقاش الورك سبيس عندي مسحوم وما اعرفش اشتغل فيه. فانا بطلع الشاشات او البانلز اللي انا هشتغل فيها. طبعا مش مطلوب منك تحفظ اسامي ولا تغير حاجه دلوقتي، خليك بس فاكر ان احنا ممكن نغير واجهه البرنامج او شكل الورك سبيس بتاعتنا بالطريقه اللي ايه اللي تريحنا احنا او اللي تسهل علينا شغلنا. من البانلز المهمه برضو عندنا اللي هي الافكت كنترول. طبعا مكانها زي ما انتم شايفين في الحته دي، لما باجي ادوس في اي حته فاضيه بتختفي ليه؟ لان الافكت كنترول ده مرتبط بالفيديو اللي هيتعمل عليه الشغل. يعني انا لما بعلم على او بختار الصورة، فانا لما اجي اعدل هنا هعدل على الصورة، فانا في الصورة دي هقدر اكبر، هقدر اجيبها يمين وشمال، احركها، اعمل لها روتيت. تمام. برضو نفس الفكرة لما اجي اختار الفيديو اللي تحتها ده اهو، نفس الفكرة، اكبر واصغر للفيديو، وبرضو اعمل لو عايز اعمل عليه روتيت او اي حاجة.
تمام. قبل ما اكمل شرح لازم الاول افهم يعني ايه افكت. الافكت ببساطه هو اي تغيير بنعمله على الفيديو او الصوت او طبعا الصوره، لو كنت انا معلمه على الصوره ايا كانت، فانا اي تعديل بعمله بسميه افكت، سواء كان ده على فيديو او صوره او على الصوت. يعني مثلا اقدر اغير، يعني مثلا عندي بالنسبه للفيديو اقدر اكبر واصغر، نضيف تأثيرات من برضو في بانل كمان هشرحها لكم دلوقتي، لا بانل افكت دي برضو لسه هشرحها. طبعا هنا بيبقى فيه افكت للفيديو وافكت للصوت، فاي افكت من دول بحطه على بشده بسحبه واروح حطاه على الاختيار اللي انا مختاره، سواء كان فيديو او صورة او صوت، بيظهر عندي في الافكت كنترول هنا. تمام. انا طبعا لسه ما ضفتش اي افكتات، فالافكتات الاساسيه اللي عندي اللي بتظهر طبعا اللي موجوده اصلا على الفيديو زي سكيل او بوزيشن او روتيشن، وطبعا كل الاختيارات دي بتبقى موجوده في اي فيديو اوريدي او او على حسب لو كانت صوره، فبتبقى موجوده من الاصل، مش افكت من ضاف. لكن انا احيانا بفتح واضيف اي افكت من الموجودين، مجرد ان انا مثلا اسحبه واشده واحطه على الفيديو اللي انا عايزه اختاره، فالافكت يظهر. يعني زي ما انتم شايفين الافكت ظهر هنا، وطبعا الاعدادات بتاعته بتظهر عندي اهي. اقدر بقى اعدل فيها على حسب البارامتر اللي موجود عندي. فانا عندي شاشتين، واحده افكت كنترول وواحده افكت. طب عايزه الغي الافكت، مجرد ما اقف عليه وادوس ديليت يتلغي. ده بالنسبه لكلمه افكت. طب بالنسبه للافكت كنترول، الافكت كنترول هي البانل اللي بنتحكم منه في اي افكت موجود على الفيديو، سواء كان الفيديو ده اصلا موجود في البارامتر من غير اضافه، او ان هو منضاف من الافكت من البانل بتاعه افكت. طبعا عشان اعدل زي ما قلت لكم لازم اختار الفيديو او الصوره او ايا كان اللي هعدل عليه، فيظهر لي الاعدادات بتاعته اللي موجوده. حتى لو ما ضفناش افكت من الافكت اللي هنا من افكت بانل، برضو بيبقى فيه بارامتر موجوده ممكن نعدل فيها. طبعا الفيديو ممكن او الصوره ايا كان اللي موجود ممكن اعدل في الاوباسيتي بتاعته، اخليه يعني شفاف، ممكن ان انا اكبر او اصغر، او اي افكت بنضيفه بعد كده ده بيظهر ونقدر برضو نعدل فيه. البانل اللي اسمها افكت دي اللي بنجيب منها المكان اللي فيه الافكتات الجاهزه، سواء كانت الفيديو او الصوت. طبعا بمنتهى البساطه بختار الافكت واشده واسحبه واحطه على الشغل بتاعي، وابتدي بقى انزل تحت كده واعدل فيه. طبعا انا مش عايزه ازود عليكم، زودت عليكم كده كتير، يعني احنا بس عايزين نفهم الفرق بين الافكت كنترول والشاشه او البانل بتاعه الافكت. يعني ببساطه الافكت بانل اللي هي اللي تحت دي عشان اضيف الافكتات او اخد منها الافكتات واحطها، بختار كده واحطها على الفيديو. والافكت كنترول دي اللي بتحكم في في الافكتات، او بتحكم في اي اوبشن من اللي فوق دول، البارامتر اللي موجود، سواء سكيل او بوزيشن او روتيشن او اي حاجه من اللي موجوده. طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل على كل ده، بس انا طبعا بحاول اخليكم تاخدوا فكره بقدر الامكان عن كل البانل اللي موجوده، او اهم البانل اللي موجود عندي. وبعد كده هنبتدي بعد كده نتعمق في كل حاجه، نشرح كل حاجه بالتفصيل. اللي عايزه اقوله ان اي افكت بنضيفه من الافكتات الموجوده الجاهزه اللي عندي بنضيفه، ونرجع تاني في الافكت كنترول اللي فوق دي بنتحكم فيه. لو حاسس ان المعلومات كتير ما تقلقش، احنا لسه بنتعرف مش بنشتغل، ومع التطبيق كل حاجه تبقى سهله وطبيعيه. طبعا في نقطه مهمه عايزه يعني اقولها لك برضو، ان البروجكت اللي موجود عندنا ده او البريمير بيعتمد على المسارات. يعني انا دلوقتي عندي
الشغل ده انا جايباه من فولدر عندي موجود. يعني انا لو فتحت كده، ده الفولدر اللي ايه حاطه فيه شغلي. كل حاجه بنقلها من هنا بحطها هنا، ما ينفعش ارجع تاني اعمل لها ديليت او اغير مكانها. ليه بقى؟ لان ساعتها البرنامج هيسالني او هيطلب، لو المكان اللي دور عليها في نفس الفولدر مش موجود هيسالني. طب تعالى نجرب. مثلا انا لو جيت هنا سيفت شغلي وجيت قفلت البرنامج وفتحت الفولدر ده، وجيت مثلا هنا رحت ايه مختاره الفيديو اللي انا عملت له امبورت جوه البرنامج ودوست عليه ديليت. تمام. ايه اللي هيحصل هنا؟ تعالوا نفتح البرنامج كده مره تانية. طبعا هفتح الفولدر بتاعي عندي، انا حطاه هنا ادي ايه في بروجكت، واروح فاتحه ايه. طبعا انا حافظه اسمه، عارفه اسمه. تمام. مهم قوي موضوع الاسامي ده عشان نعرف لو اتقفل مننا البرنامج نعرف نفتحه ازاي، نعرف نجيب البرنامج نفتحه مره تانية ازاي. هندوس دبل كليك او ندوس كليك يمين ونفتح. طبعا انا عشان عندي 2 فيرجن للبريمير، فانا بدوس كليك يمين واضغط على اللي انا عايزه افتحه. طبعا احنا النسخه دي بنشرح ادوب بريمير برو 2025. طبعا هتطلع لي هنا الشاشه دي بيسالني ان في فيديو مش موجود، وطالب ان انا ايه احدد مكانه. طبعا انا عملت له ديليت. لو انا ما عملتوش ديليت ونقلته في حته تانية مثلا، يعني مثلا ممكن مثلا يعني كاني نقلته هنا مثلا. طبعا انا هحط الفيديو بره مثلا في الحته دي. تمام. انا كده ما اجي افتح البرنامج هو بيسالني في فيديو مش لاقيه. لو جينا نجرب كده نفتح من غير ما نشوف يعني نتجاهل الموضوع وندوس كانسل، نشوف شكل البرنامج هيبقى عامل ازاي. مجرد ما باجي افتح بلاقي الشاشه بقت بالشكل ده. طبعا هو بيسالني على ايه الفيديو. طبعا انا حاجه من الاتنين، يا اما ارجع تاني انقل الفيديو اللي انا سحبته او خرجته بره ادخله تاني في نفس الفولدر، وارجع اروح قافله هنا البرنامج واعمل له طبعا دونت سيف وافتحه مره تانية. باجي افتح مره تانية بلاقي الفيديو ظهر عندي. وبرضو في فكره تانية برضو. تعالوا مثلا لو احنا رجعنا تاني نقلنا الفيديو برضو بره كده، وجيت قفلت البرنامج دونت سيف وجيت فتحته، هيفتح عندي بالشكل ده. هدوس على لوكيت عشان احدد الفيديو مكانه فين. تمام. طبعا هحطها على الفولدر بره، فانا هختار مين فولدر عشان هو يبقى موجود، هيبقى موجود عندي بره اللي هو ده اهو. هدوس اوكي ظهر عندي. ورجعت تاني ايه غيرت المسار من البرنامج عشان يعرف يتعرف عليه او يعرف يلاقيه مرة تانية. طبعا الاحسن من ده كله ان احنا دايما نبقى محتفظين بمكان الحاجة، ما نغيرش مكانها، ما نغيرش اسم اي حاجة عشان ما نجيش ندور وما نوصلش، عشان ما نجيش نفتح البرنامج ونقعد ندور على الحاجة فين والكلام ده. فاحنا كل شغلنا لازم يبقى مرتب من الاول، ما غيرش مكان حاجة لان هو بيعتمد على المسارات. في الفيديو الجاي هنبدأ اول خطوة عملية فعلا، وهنعمل بروجكت جديد وسيكونس صح من غير اي لخبطة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واشوفك في الدرس الجاي.